كنت فاكرة ان الحب هو اللي هيده يطلعني من اللي انا فيه ويخليني اعيش حياة كويسة. بس انا ما كنتش اعرف ان القرار ده هيمحي حياتي كلها، مش بس سمعتي. بعد اللحظة دي انا ما كنتش فاهمة انا بعمل ايه ولا رايحة فين. بقيت ماشية ورا قلبي وبس. كل اللي كان في دماغي وقتها ان انا تعبانة. تعبت من الفقر ومن الحوجة، وتعبت من الوحدة، وطول الوقت شايلة فوق طاقتي، وبشتغل هنا واشتغل هنا، بصل حاجات كتيرة نفسي فيها وما كنتش بلاقيها. كنت في ثانوي. قصتي بدأت لما بابا وماما انفصلوا، وبعد الطلاق بابا رمانا من حياته، وكأنه مش موجود أصلا. هو ولا بقى يصرف علينا ولا حتى شايل همنا في حاجة، ولا حتى بيسأل على أمي ولا علينا احنا كمان. تعبت قوي، وأمي كانت بتحاول توفر لنا اللقمة. كل يوم كنت أشوف أمي تعبانة، والقرار كان بيزيد جوايا ان انا مش عاوزة اعيش نفس الحياة دي، ولا عاوزة اعيش الوضع ده ولا في الفقر ده. عشان كده لما لقيت فرصة حلوة وشغل ومرتب، مرتب كبير قوي ما كنتش احلم بيه، ما سألتش نفسي ليه المرتب ده عالي كده، ولا ليه المبلغ ده قصاد الشغل. فكرتش في اي حاجة ولا فكرت في اي عواقب. قلت لنفسي دي فرصتي اني اطلع امي واخويا من اللي احنا فيه ده. بس اللي ما كنتش اعرفه ان الخطوة اللي خدتها، هو انا كنت فاكرة ان انا بحقق جزء من احلامي، كانت اول خطوة في طريق ما كانش فيه رجوع، وما كانش ينفع ادخله اصلا. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. القصة دي قصة حقيقية وحصلت بالفعل، بتمنى ناخد منها العبرة. هو انا مش طالعة دافع، لا ما تفهموش كلامي غلط في وسط القصة، في وسط الكلام ان انا بدافع عن صاحبة القصة او حاجة. هي للأسف غلطت، وغلطت غلطة كبيرة لما ما سمعتش كلام اهلها. بس محدش فينا كان مكانها عشان نعرف هي عملت كده ليه. ويلا بينا نبتدي قصتنا. قصتنا بتقول: أنا اسمي فاتن، عندي 22 سنة، حلوة جدا، وجمالي ده سبب ان انا اكون شايفة نفسي استاهل حياة حلوة زي اي بنت. مش ذنبي ان انا فقيرة، ولا ظروف اهلي وحشة. كنت عايشة مع ماما واخويا. هو بابا طلق ماما من واحنا صغيرين. هو كأنه خلاص ما طلقش ماما بس، لا ده طلقنا احنا كمان معاها. هو حتى ما يعرفش عننا اي حاجة. وكل السنين دي ماما هي اللي كانت بتصرف علينا، ويا دوب المصروف كان على قد الحاجة المهمة وبس. هو انا في المدرسة كنت دايما حاسة بغيرة من صحابي، اللي تحكي باباها جاب لها ايه، واللي تحكي بابا جاب لي تليفون، واللي تحكي بابا جاب لي هدوم، واللي تقول لي بابا خرجني وفسحني. هو باباهم حاجة أساسية في حياتهم. هو انا ببص على نفسي واستغرب، بابا وماما انفصلوا، طب انا واخويا ذنبنا ايه؟ ليه ما يسألش علينا؟ والله ساعات كتيرة كنت بحس ان انا مش عاوزاه يصرف عليا، بس كنت ببقى عاوزاه يكون موجود في حياتي، سند ليا وامان. يمكن لو كان موجود في حياتي ما كنتش دورت على حضن ولا على كلمة حلوة ولا طبطبة من حد تاني، ولا كنت وقعت في كل المصايب اللي وصلت لها دي. مرت ايام وسنين وانا جوايا مشاعر وحرمان. كنت كل ما اطلب من ماما حاجة، والحاجة دي بالنسبة لي مهمة زي صحابي يعني، زي تليفون ولا هدوم، ماما كانت تقولي: يا بنتي خليكي قنوعة بالحاجة اللي عندك، والحاجة اللي مش عندك استغني عنها، وما تبصيش لغيرك. احنا الحمد لله عايشين كويسين، بناكل وبنشرب ومستورين ومش ناقصنا حاجة. دايما ماما كانت بتحاول تربيني انا واخويا على القناعة، وتبقى عيننا مليانة يعني مهما كانت الاغراءات حوالينا، ما ننتهزش ولا نبص لحاجة غيرنا، ولا نبص لحاجة مش في ايدينا. لحد ما وصلت ثانوي وخلصت ثانوي وجا تقديم الكليات. قدمت ساعتها في كلية، وبعد كده قررت ان انا لازم اشتغل عشان اعرف اصرف على تعليمي. ما هي كلية يعني مصاريف تانية، ومصاريف تانية كتيرة كمان، كورسات وورق
وطبعا كلية، يعني هشوف البنات كل يوم، وهشوف البنات في لبس احلى من اللي قبله، وموبايلات. ساعتها فعلا بدأت ادور على شغل، وسألت صحابي اللي يلاقي شغل كويس يقولي، لحد ما ظهر قدامي بوست اعلان توظيف من شركة كبيرة، انهم بيوظفوا البنات في فيلا الراقية ومناطق راقية جدا. وكانوا كاتبين المرتب، والمرتب بالنسبة لواحدة زيي كان كبير قوي. بس اهم حاجة عندهم ان البنت تكون مظهرها حلو وتعرف لغات. قلت ياه، ده عز الطلب. ولقيت نفسي فيا كل المواصفات، كل الشروط كانت متوفرة فيا، خصوصا اني كنت جميلة زي ما قلت لكم. قلت لماما ساعتها واخويا، وماما ما كانتش موافقة، بس وافقت لما حست ان هي بالنسبة لي فرصة كويسة قوي، خصوصا ان انا فعلا محتاجة فلوس للكلية ومصاريف الكلية ومصاريفي الشخصية. ورحت فعلا ساعتها وقدمت، وعملت المقابلة من اول مرة. هو وافقوا عليا، بس قالولي سيبي رقم تليفونك او اي رقم نتواصل معاكي عليه، وهنكلمك اول ما تتوفر فرصة كويسة ومناسبة ليكي. وساعتها وعدت ماما واخويا ان انا هساعدهم في مصروف البيت. ده انا سمعت وانا في الشركة ان المرتب عالي قوي، وكمان احتمال يكون في بيات ليا في المكان اللي هشتغل فيه. وفعلا ما عداش وقت كبير ولقيت الشركة بتكلمني انهم وفروا ليا مكان كويس، فيلا كبيرة واصحابها ناس محترمين جدا، ست كبيرة في السن وجوزها. وعلى طول جهزت نفسي، وتاني يوم على طول رحت العنوان اللي هم قالولي عليه. قابلت صحاب الفيلا، كان باين عليهم قوي ان هم طيبين جدا، باين على وشهم الطيبة، واتفقوا معايا على كل الشغل المطلوب مني. وساعتها كانوا بيدعموني قوي بكلامهم، لما عرفوا ان انا بشتغل عشان اصرف على تعليمي وعلى ماما واخويا، اساعد معاهم في مصروف البيت، واعتبروني ساعتها زي بنتهم. اما المرتب بقى، مش قادرة اقول لكم كنت فرحانة بيه قد ايه، لانه كان اكبر بكتير من اللي انا كنت بحلم بيه اصلا. وفعلا كان هيساعدني قوي في الكلية ومصاريف ماما واخويا. وبدأت فعلا شغلي معاهم، وبقيت ببعت لماما واخويا مصروف كل اول شهر، وانا كنت ببات في الشغل. لحد ما في يوم وانا بجيب طلبات وكنت قدام الفيلا، شفت شاب زي القمر. الشاب ده اسمه أسامة، لفت نظري جدا من اول ما شفته. شياكة ايه وعربية ايه، وغير طريقته كده، طريقته حلوة قوي، وباين عليه ان هو رومانسي، وبيعرف يخلي البنت اللي قدامه تحبه وتتعلق بيه من اول مرة. والغريبة ان انا حسيت ان انا كمان لفت نظره، لانه ما شالش عينه من عليا. بصراحة من اول يوم شفته فيه ودماغي اتعلقت بيه جدا، وبقيت كل ما اطلع من الفيلا كنت دايما بدعي ان انا اشوفه، وكنت فعلا بشوفه. لحد ما في يوم مشى ورايا، وقعد ساعتها يحاول يوقفني ويكلمني. وقفت وكلمته، وطلب مني ان احنا نقعد في مكان نتكلم مع بعض. ساعتها خفت، قلت له نتكلم في ايه؟ احنا حتى ما نعرفش بعض، ولا نعرف اسمك ولا انت حتى تعرف انا مين. قال لي هنتعرف وهنعرف كل حاجة. حسيت انه صادق في كلامه، وافقت ساعتها. وبعدها فعلا عطاني ميعاد، هو اخد رقمي وقابلته. وساعتها قال لي ان هو مش بتاع لف ولا دوران. قال لي انا معجب بيكي، من اول مرة شفتك وانا معجب بيكي، وبحاول ان انا اكلمك بس انتي ما كنتيش عاطيني فرصة. ما اكدبش عليكم، انا كمان كنت معجبة بيه قوي، بس بجد ما كنتش عارفة اقوله ايه. هقوله انا كمان معجبة بيك، ولا اقوله انا خدامة في الفيلا اللي جنبكم، اللي جنب فيلتكم؟ خصوصا ان انا عرفت منهم ان هم اصحاب الفيلا اللي جنب اللي انا شغالة فيها، يعني انهم مستوى تاني خالص، غيرنا خالص. بس بصراحة ما اتكسفتش، قلت له. قال لي وايه يعني، الشغل مش عيب، انا معجب بيكي انتي بكل تفاصيلك، ما يهمنيش ظروفك ولا انتي ايه ولا بتشتغلي ايه، انا نفسي فعلا اتجوزك. ومن هنا انا وهو بقينا مع بعض على طول، قربنا من بعض قوي، وحبيته لدرجة الجنون، واتعلقت بيه جدا. وبعدها بفترة قال لي ان هو عايز يتقدم لي. وقتها الفرحة ما كانتش سايعاني، كنت خايفة يكون بيلعب بيا، بس طلع فعلا بيحبني،
مجرد ما قالي ان هو عايز يتقدم لي، او ده اللي انا كنت فاكراه، او ده اللي انا كنت بضحك على نفسي بيه. انما الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. انا واخويا كنا قريبين من بعض جدا، واسرارنا مع بعض تقريبا، لدرجة ان ماما من كتر ما انا واخويا قريبين من بعض كانت دايما تقول لنا انا زي الغريبة في وسطكم. بس انا فعلا كنت بحب اتكلم مع اخويا قوي في كل حاجة، وهو كمان. لما اسامة قال لي ان هو عاوز يتقدم لي، ساعتها كلمت اخويا وقلت له انا محتاجة اشوفك ضروري. قال لي في ايه؟ حد ضايقك ولا ايه؟ قلت له لا مفيش حاجة، بس انا عاوزاك ضروري في موضوع مهم. وبعدها بيومين كلمني وقال لي ان هو جاي لي يعني يقعد معايا. وجالي فعلا وحكيت له على كل حاجة عن اسامة، وقلت له ان هو عايز يتقدم لي وانا بحبه. قال لي طب وفين المشكلة؟ ما جيتيش البيت ليه تحكي لنا انا وماما؟ قلت له ماما مش هتفهمني ولا هتقدر مشاعري ولا هتقدر اي حاجة من اللي انا بقولها. عشان كده انا قلت لك انت اتكلم معاك انت بعيد عن البيت، وانت بقى تبقى تقنع ماما. ماما مش هتفهم ان انا شايفة اسامة ده ازاي. انا بحبه، سيبك من نقطة الحب، بس اسامة ده انسب واحد لظروفي. غني وكويس ومن عيلة، وماديا مرتاح جدا، يعني هيعيشني حياة كويسة، حياة انا نفسي فيها، ويطلعني من الفقر والبهدلة اللي انا فيهم دول. انا اكتر حاجة مفرحاني ان هو ما كانش بيلعب بيا، وهو دخل البيت من بابه وقال لي فعلا ان هو عايز يتقدم لي. ساعتها اخويا قال لي خلاص، عاوزاني امتى اكلم ماما؟ وانا هكلمها. في الوقت ده انا كلمت اسامة بعدها بكام يوم، وقلت له ان انا حكيت لاخويا كل حاجة، ويشوف امتى هو هيروح بيتنا ويقولي عشان اقول لهم يعني واجهز معاهم ميعاد. في الوقت ده خليت اخويا يكلم ماما ويحكي لها كل حاجة ويعرفها الموضوع كله. هو انا بقى بقيت بسأل اسامة على رأي مامته وبابا فيا، لقيته بيتهرب من السؤال. كل مرة كنت قابله واسأله فيها مامتك وباباك رأيهم ايه في موضوعنا، كان يا اما ما يردش عليا يا اما يغير الموضوع. ساعتها بدأت اشك وحسيت ان في حاجة غلط، بس انا ما حبيتش اركز قوي يعني. كان قلبي واخدني لحتة تانية خالص، وما حبيتش ابين له كمان ان انا شاكة في حاجة، وسبت الموضوع مكمل زي ما هو مكمل. وبعدها بكام يوم كلمني وقال لي ان هو الاسبوع الجاي عاوز يجينا البيت. ساعتها كلمت اخويا وحددت معاه الميعاد هو وماما. وماما ساعتها فرحت جدا، لانه غني وعرفت تفاصيله من اخويا، ومستواه الاجتماعي حلو، وشاب لسه صغير مش كبير. أسامة كان سنه حوالي تلاتينات كده. وجالنا فعلا البيت، وبدأنا ان هو يزغلل عينينا بالفلوس، هو وضعه الاجتماعي، وان هو بيسافر على طول الامارات، وعنده شغل هنا وشغل هنا. وبدأ ان وهو بيحكي على الفلوس كأنه بيزغلل عينينا بالظبط. قال لي ماما انا اصلا عايش في الامارات وباجي هنا اجازات، واول ما شفت فاتن انا اتهبلت عليها. هو انا مش عاوز منكم اي حاجة غير ان بس فاتن تبقى معايا، وانا هجيب لها كل حاجة هي عايزاها، وكمان هغير لكم انتوا كمان حياتكم دي خالص. وساعتها وعد اخويا انه لما يسافر هيبعتله من هناك يخليه يشتغل في الامارات بعقد عمل. ماما كانت فرحانة جدا ومبهورة بكلامه، بس اخويا بقى شكله كان شاكك في حاجة، ما كانش فرحان، ولا كان باين عليه الاهتمام بكلام أسامة خالص، ولا بكل الفرص الحلوة اللي أسامة عمال يقولها. وكأنه ساعتها كان قاعد بيفكر في حاجة بعيدة خالص عن الموضوع. بعدها لقيت اخويا بيقوله هو انت ليه اخترت فاتن بالذات تتجوزها، مع انك شاب ناجح وغني وصغير، وفاتن دي يعني مش مناسبة ليك. ساعتها أسامة اتوتر وشكله كان غريب جدا، بس اخويا ساعتها ما سكتش وقال له طيب هو ليه باباك ومامتك طيب ما جوش معاك؟ ساعتها أسامة فضل يتلجلج في الكلام وقال له بصراحة انا اهلي مش موافقين خالص على الجوازة دي، عشان شغلها يعني، شغل فاتن في المنطقة عندنا،
في الفلل اللي حوالين المنطقة، وكل الفلل دي كلها عارفة فاتن شغالة ايه، وشغالة في انهي فيلا، وشغالة خدامة. بس انا بحبها هي، ومليش دعوة بشغلها. شغلها بالنسبة لي مش عيب. انا عرفت بنات كتير وعلاقات كتير، بس اول مرة احب كده. اخويا وماما ساعتها قالوله: طب وبعدين؟ يعني انت جاي ليه؟ طيب لما اهلك مش موافقين هتتجوزوا ازاي؟ ساعتها صدم ماما واخويا بالكلام، وقال لهم: انا مش عاوز حد يعرف بالجوازة دي، عشان مش هينفع نتجوز رسمي، احنا هنتجوز عرفي. وقال لهم: انتوا بس تكونوا موجودين والشهود اللي انا هجيبهم معايا. ماما ساعتها اتصدمت وفضلت تزعق وتقول له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ فاتن مالها عشان تتجوز بالطريقة دي؟ لا ناقصة ايد ولا ناقصة رجل، ده انا بنتي زي القمر. قالت له: احنا مستحيل نوافق على الطريقة دي ولا على الكلام ده. انت لو بجد بتحبها وعاوزها اقنع اهلك بيها، وتعالى انت وهم، يا اما غير كده انساها. ساعتها قال لها: صعب، اهلي مش موافقين، ده حتى قالوا لي احنا يا هي. وانا من ساعتها وانا سايب الفيلا وقاعد في شقتي لوحدي. وساعتها ماما قالت له: ده قرارنا النهائي، احنا مش هنرمي بنتنا. ومشى أسامة من عندنا، وانا دخلت اوضتي منهارة، فضلت اعيط لان انا فعلا بحبه ومش هقدر اعيش من غيره. دخلت اوضتي وانا منهارة ومش عارفة هعمل ايه. دخلت ماما ورايا الأوضة ولقيتني بعيط. قالت لي: يا بنتي اسمعي، أسامة دوت وراه سر كبير، والسر ده أهله عارفينه، عشان كده هما مش موافقين على جوازه. بعدين هو ليه عنده كل الفلوس دي وما فكرش يخطب ولا يتجوز لحد دلوقتي؟ ولا مرة يا فاتن خطب؟ انتي مش مستغربة الموضوع ده؟ ازاي يعني ولا مرة يخطب؟ ده مش ناقصه حاجة ومعاه كل حاجة. ساعتها ماما فضلت تشككني وتقولي ان هو وراه سر كبير. وبعدها بكام يوم لقيت أسامة بيكلمني وقال لي ان هو مش هيقدر يعيش من غيري، وان انا لازم اعمل اي حاجة عشان خاطر اتجوزه واكون معاه، او اخلي ماما توافق على جوازنا. وقعد يقول لي: انا مستغرب، هو ازاي مامتك واخوكي يرفضوني؟ ما تزعليش مني، يعني انا المفروض بالنسبة لكم فرصة حلوة قوي هتغير حياتكم كلها. وكنت هسفر اخوكي كمان اشغله بره. ده انا ولا حسيت باهتمام منه بكلامي. هو انا بقوله كده كأنه مش مستغرب ولا في دماغه. قلت له: انت ما تعرفش حاجة، احنا ماما يا أسامة ربتنا على عزة النفس، وطلعتنا على رغم ظروفنا الوحشة عيننا مليانة وشبعانين. مهما كانت الإغراءات حوالينا احنا مبنتهزش من جوانا ولا بنبص ناحيتها، ادام احنا مش مقتنعين بالحاجة دي. قال لي: طب وهو كان مش مقتنع بيا عشان كده ما التفتش لكلامي؟ قلت له: هو كان شاكك من الأول. قال لي: طب انا لازم اشوفك بكرة، لازم يكون في حل، انا بحبك ومش هسيبك ومش هقدر اعيش من غيرك. قلت له: انا كمان مستحيل ابعد عنك ولا اسيبك. وتاني يوم رحت فعلا قابلته، واتفقنا انا وهو هنعمل ايه عشان نكون مع بعض. وروحت بعدها قلت لماما ان انا هغير المكان اللي انا بشتغل فيه. ماما ساعتها استغربت وقالت لي: ليه؟ انتي مش بتشكري في الناس بتوع الفيلا دول وقلتي لي ان هما بيعاملوكي احسن معاملة وكأنك بنتهم بالظبط؟ قلت لها: اه، وانا صعبان عليا ان انا هسيبهم، بس انا عايزه امشي من المكان ده عشان ما اشوفش اسامه تاني. انا عاوزه انساه يا ماما، ولا عايزاه هو كمان يشوفني وانساه وينساني بقى والموضوع ده يخلص خالص. ماما وقتها اتضايقت عشان كانت عارفه ان انا مرتاحه في الفيلا دي، والناس صحاب الفيلا محترمين وكويسين وبيدوني مرتبي وزياده كمان. قلت لها: كل ده مش مهم يا ماما، انا لازم ابعد عن اسامه خالص وعن اهله. بعدين انا الشركه اكيد يعني هتوفر لي مكان كويس، مكان تاني يعني. وفعلا بعدها رحت الشغل في نفس الفيلا، وفي الوقت ده انا واسامه كنا بنرتب كل حاجه لجوازنا. وساعتها اشتري لي كل حاجه العروسه بتحتاجها، وغير لي حاجات كتيره في شقته اللي هنتجوز فيها. وبعدها جاب صحابه زي ما قال لماما، واتجوزنا عرفي، بس من غير حد خالص.
كنت حاسة وقتها ان انا ملكت الدنيا كلها، لان انا فعلا كنت بحبه. أسامة كان اول حب في حياتي، كنت شايفة فيه السند والامان، بس في نفس الوقت كنت حاسة ان في حاجة غريبة مش مريحاني. احنا كنا كويسين مع بعض قوي اول فترة جوازنا، حوالي شهرين. بعد كده بقى دايما بيسهر برا كتير ويرجع مش في وعيه. كنت حاسة ان هو بيخوني، بس مش عارفة امسك عليه اي غلطة ولا عارفة امسك عليه حاجة. الوقت ده بقى زي ما يكون مش شايفني اصلا، ومش موجودة معاه في البيت، كأني خيال بالظبط. ما كنتش فاهمة هو فيه ايه. بعد فترة بعت جواب لماما واخويا، وحطت لهم فلوس كتيرة أسامة عطاهالي، حطيتها لهم في الظرف اللي فيه الجواب اللي انا بعته له. وكتبت لهم في الجواب، قلت لهم ان انا اتجوزت أسامة. وقلت لماما، كتبت لها في الجواب: ما تزعليش مني يا ماما، انا بحب أسامة وما قدرتش اعيش من غيره. وكتبت لها ان أسامة دوت هو اللي هيعوضني عن كل حاجة انا شفتها في حياتي. وبعد ما بعت الجواب، ماما واخويا راحوا دوروا عليا في كل مكان، وراحوا كمان الفيلا اللي انا كنت شغالة فيها. وصحاب الفيلا ساعتها كلموني وهم اللي حكولي. وهناك سألوا على فيلا أسامة، وسألوا عليه أمن الفيلل اللي حواليهم. كل الناس ساعتها قالت إن أسامة سمعته وحشة جدا وبتاع بنات، وعلاقاته كلها وحشة وصعبة، وأهله على طول بيعملوا معاه مشاكل بسبب كده. ولما وصلوا الفيلا مامة أسامة، ماما حكت لمامة أسامة إننا اتجوزنا، وماما عاوزة توصل لعنواني بأي شكل. مامة أسامة دي ست شديدة جدا، وواضح إن هي مفترية. قالت لماما: فاتن دي ايه؟ احنا موافقناش عليها اصلا. فاتن دي ايه اللي اتجوزت ابني؟ اكيد ما اتجوزهاش طبعا، احنا موافقناش على الجوازة دي. وساعتها ماما كانت مصدومة، وهي كمان كانت مصدومة من اللي هي بتسمعه من ماما. بقت مش قادرة تصدق أسامة فعلا اتجوز من وراها، برغم ان هي عارفة ومتأكدة ان ابنها ممكن يعمل كده، بس فضلت تدافع وتقول ان هو اكيد ما اتجوزهاش. وساعتها بكل جبروت قالت لماما: انا متأكدة ان هو مش بيحب فاتن. فاتن بالنسبة له نزوة مش اكتر، واحنا مرضناش بيها من الاول عشان هي واحدة شغالة مش مستوى ابني. وأسامة مستحيل يكون بيحبها، هو اكيد بيتسلى يومين كده وهيسيبها. هو ممكن يكونوا مش متجوزين اصلا زي ما قلتلك. وساعتها فضلت تدافع عن أسامة. الوقت ده كنا انا وأسامة بنتغدى، ومامته ساعتها اتصلت بيه وحكيت له كل الكلام اللي انا لسه قايله لكم دلوقتي. أسامة كان بيكلمها وهو متوتر جدا. انا شكيت بصراحة وقلقت، وبدأت اركز في كلامهم، خصوصا ان تليفون أسامة صوته عالي. سمعت كل كلامها وهي عمالة تحكيه، وهو قعد يقول لها: طيب يا ماما، ليه بتجيبي سيرة اللي فات؟ ليه بتجيبي سيرة العلاقات دي؟ فضلت تزعق فيه وتقوله: هو ده كل اللي شغلك؟ انت لازم تسيب البنت اللي عندك دي ترجع لأهلها. أسامة قال لها: حاضر، أوعدك. قالت له: مفيش وعود، انت تنفذ النهاردة. قال لها: ماما ما تكبريش الموضوع. وسمعته وهو بيقول لها: ده مجرد ورقتين. وقتها انا كنت خايفة قوي ان هو ممكن فعلا يرميني في اي وقت. معقولة هي دي الحياة اللي انا اتمنيتها؟ ومن بعدها بدأ يتغير معايا اكتر، لحد ما في يوم البواب قال لأسامة: انا كنت بجيب طلبات للسكان، وفي ست كبيرة راكبة عربية جات لمراتي وسألتها عليك، وسألت اذا كنت انت قاعد لوحدك هنا ولا معاك حد. قال له: معلش يا بيه، مراتي ما تعرفش انك منبه عليا ما جيبش سيرتك مع اي حد، ولا اقول اي حاجة عن اللي بيحصل هنا. ساعتها أسامة قال له: طب انت ليه ما قلتش لمراتك لو سأل اي حد يسأل عليا ما تقولوش؟ قال له: ما جاش في دماغي ان انا في يوم حد يجي يسأل وانا ما اكون مش موجود. وساعتها مامته عرفت كل حاجة، ومرات البواب قالت لها كمان ان في واحدة قاعدة مقيمة فوق، وفي ستات طالعين نازلين.
ساعتها أسامة بقى هيتجن ومش عارف يقول ايه ولا هيعمل ايه مع مامته. وساعتها عرف ان مامته كانت بتدور وراه، خصوصا بعد ما ماما راحت لها، شكت ان فعلا ممكن يكون اتجوزني. وساعتها بدأت تدور وراه وتراقبه لحد ما عرفت كل التفاصيل دي. هو أسامة ساعتها كان خايف ومرعوب، وبيقول ان هي هتمنع عنه الفلوس. وقتها انا صدمتي كانت اكبر بكتير من فلوس ومن اي حاجة، لما سمعت البواب وهو بيقول ان في ستات بتيجي هنا. يعني انا كل ما بنزل اروح اجيب طلبات ولا اروح كوافير وبتأخر برا، هو بيعمل كده فعلا. بعدها مامته راحت كلمته وفضلت تزعق معاه، وقالت له طول ما انت في السكة دي احنا مش هنبعتلك اي مصاريف الا لما تبعد عن البنت دي وترجع عن الطريق اللي انت فيه وترجع تعيش معانا في الفيلا تاني. ساعتها قدام أسامة ما كانش قدامه غيري، خلاني رجعت الشغل من تاني وللبهدلة تاني والمرمطة تاني. ولما رجعت الفيلا اللي كنت فيها، الفيلا ما كانتش في نفس المكان اللي كنت فيه الأول، في مكان تاني خالص، وبرضه بقيت باخد مرتب كويس. وأسامة بقى بياخد مني فلوس، يعني أنا اللي بقيت بصرف عليه. هو أنا بقيت بتحسر على حالي وعلى أحلامي اللي أنا كان عندي أمل إن هي تتحقق مع أسامة. بس بعد فترة من رجوع الشغل فضلت أزن على أسامة إن احنا لازم نتجوز رسمي. كنت حاسة إن أنا حياتي معاه على كف عفريت. فضلت أزن عليه إن احنا نتجوز رسمي، بس هو دايما كان بيتهرب مني ويقولي مش وقته. بس أنا كنت خايفة إني في يوم وليلة ألاقي نفسي في الشارع. ما كنتش عارفة وقتها هعمل ايه، بس قررت إن أنا مش هسكت. وفضلت كل يوم أكلمه في الموضوع ده، وهو يا إما ما يردش عليا يا إما يسيب البيت وينزل. في الوقت ده كنت أنا اللي بصرف على أسامة زي ما قلتلكم من شغلي، وأهله كانوا منعوا عنه كل حاجة، مصاريف حتى السؤال ما كانوش بيسألوا. كنت حاسة إن أنا خسرت كل حاجة، حتى أهلي خسرتهم عشانه. وقلت خلاص بقى أنا لازم أعمل اللي في دماغي وأسامة يتجوزني رسمي. وكنت كل ما أفتح معاه الموضوع بدأ إن هو يضربني، وساعات كتيرة كان بيمنع عني الأكل، وساعات كتيرة كان بيحبسني في الأوضة وياخد مني التليفون. وقتها ما كانش قدامي غير إن أنا أسكت لحد ما الأوضاع دي تهدى كلها، لحد ما عدى 4 سنين على جوازنا. وقتها فهمت أسامة إن أنا خلاص مش زعلانة ومش عاوزة أي حاجة غير إن أنا أفضل معاه وبس. وهو صدقني ورجع يتعامل معايا عادي، وبطل يضربني ويحبسني في الأوضة. عشان أنا طبعا بطلت أتكلم في الجواز وفي الكلام ده، لحد ما في يوم دخلت أوضتي وأخدت تليفوني معايا، وساعتها قررت إن أنا أكلم أخويا أو أبعتله رسالة. وبعتله فعلا رسالة وقلتله إن أنا خايفة من أسامة، على طول بيضربني ويحبسني من غير أكل. أنا حاسة إن في يوم هيموتني. وفعلا ده ما كانش إحساس، ده كان حقيقة، لأنه كان فعلا بيضربني، ولما بيضربني بيكون في حالة مش طبيعية. ساعتها أخويا رد عليا رد وجعني أكتر ما أنا موجوع، لما قال لي انتي اللي اخترتي واحنا حذرناكي من الأول. بس إحساسي وقتها كان بيقولي إن أخويا مش هيسكت وأكيد هيلحقني. بس وقتها قلبي وجعني من معاملة أخويا ليا، وساعتها قفلت تليفوني وقررت إن خلاص مش هخسر أكتر من اللي خسرته. وقررت ساعتها إن أنا أتعارك مع أسامة وأصمم على كلامي إن احنا نتجوز رسمي. رحت قلتله انت لازم تتجوزني، أنا خسرت أهلي وأحلامي كلها بسببك. وفضلت أزعق فيه وصوتي كان عالي، وقعدت أهدده إن أنا هفضحه هو وأهله. قلت له انا بعت لاخويا وحكيت له كل حاجه اللي انت بتعمله فيا، وقلت له كمان ان انت بتحبسني. ساعتها اسامه فضل يضرب فيا ويقول، وشفت في عينه انه كانه كان عاوز يخلص مني ويخلص من زني، هو كانه كان بيهرب من ذنبي اللي هو شايله في رقبته. وساعتها قعد يقولي انتي هربتي من اهلك، واهلك دلوقتي مش عاوزين يعرفوكي وبيعتبروا ان انتي متي، واعتبروكي اصلا ان هم اتبروا منك.
كمان يعني لو عملت فيكي اي حاجة محدش كان هيدور عليكي، ولا حد لحد دلوقتي هيدور عليكي. وساعتها قاموا في لحظة. أسامة جاب سكينة من المطبخ، وفاتن كانت قاعدة دبحها. وبعد كده بكل قسوة وغباء مسك راسها شوه وشها. وبعدها حطها في صندوق الزبالة اللي كان في المطبخ. هو قعد جنب باقي الجثة وهو منهار وعمال يعيط، وفي نفس الوقت بيفكر هيعمل ايه وازاي هيخلص من عملته السودة دي. ساعتها قطعها، وبعدها كلم باباه وهو مرعوب ومش عارف يعمل ايه، وحكى لباباه كل حاجة حصلت في التليفون. ساعتها بابا طلع يجري على شقة أسامة، وأول ما دخل شاف المنظر اللي خلاه مش قادر يتحرك ولا ينطق ولا يصدق ازاي ابنه قدر يعمل كل ده. ساعتها خلاه دخل الحمام، غير هدومه اللي كانت مليانة دم وأخد شاور، وكلم حد من الشركة بتاعتهم حجز لأسامة تذكرة على الإمارات. وأسامة لبس وخد شنطته ونزل. هو بابا ساعتها أخد كيس الزبالة اللي كان في المطبخ رماه برا الشقة من غير ما ياخد باله إن في راس فاتن جوه الكيس ده. ونزل أبو أسامة وساب الشقة وسابها مقفولة، والجثة كانت فيها زي ما هي. وبعدها عامل النظافة جه عشان يلم الزبالة من العمارة، لقى الكيس دوت مرمي قدام الباب وطالع منه شعر طويل. فتح الكيس واتخض، ما بقاش عارف ينطق، فضل يصوت وهو في حالة ذعر ومرعوب من اللي شايفه، لحد ما السكان كلهم اتلموا عليه واتفاجئوا هما كمان باللي شافوه. وساعتها بلغوا الشرطة والعمارة كلها اتقلبت. في اللحظة دي أخو فاتن ومامتها كانوا جابوا عنوان فاتن من أم أسامة اللي كانت لسه ما تعرفش إن ابنها عمل كل المصايب دي. وساعتها كانت عطتهم العنوان بحسن نية، ما تعرفش إن ابنها عمل كل البلاوي السودا دي. راحوا ساعتها لقوا الدنيا مقلوبة. وأول ما سألوا البواب قال لهم أستاذ أسامة قتل واحدة وهربان. ساعتها أخو فاتن كان حاسس إن أخته هي اللي اتقتلت. طلعوا يجروا ساعتها على القسم وبلغوا هناك وقالوا على الرسالة اللي فاتن بعتتها. ساعتها الضابط أخدهم وراحوا على الشقة ولقوا جثة فاتن موجودة هناك. أمها عرفتها من غير ما تشوف الراس، عرفت بنتها بالإحساس. ولما الشرطة فتشوا الشقة لقوا بطاقة فاتن وتليفونها وكل حاجتها. وبعد بلاغ أم فاتن عن أسامة استدعوا ساعتها أهل أسامة وأمه وباباه. أمه وباباه بقى قالوا إن هو مسافر بقاله سنة، مسافر في الإمارات مش موجود هنا. بس ساعتها الشرطة عرفت تكذبهم من المطار ومن شركات الطيران، اللي بان ساعتها إن أسامة مسافر من كام ساعة بس. وساعتها تواصلوا مع الانتربول واتقبض على أسامة، واعترف بكل حاجة عملها وقال إن هو ما كانش قصده يقتلها، هو مش عارف هو عمل كده ليه. وبعدها اتحكم عليه بالمؤبد وعلى بابا أسامة بسنة عشان خطط لتهريبه، ويعتبر اتستر عليه. ومن هنا بقى إحساس الأهل دايما صح، حتى لو اللي هما بيقولوه مش على هوانا هما دايما صح. دايما إحساس الأهل بيكون حقيقي، مش مجرد ان هم عايزين يتحكموا فينا وخلاص او يتحكموا في ولادهم وخلاص. لا، احساس الام والاب دوت بيكون 100% صادق. فاتن كانت بتدور على امان وسند يعوضها غياب باباها. مشاعرها وقلبها هما اللي جروها للسكة دي، وان هي تتجوز بالطريقة دي. ومش دايما مشاعرنا صادقة، وساعات كتير القلب بيوصل للهلاك. وده فعلا اللي حصل مع فاتن، الله يرحمها. يا رب يصبر أهلها ويرحمها ويغفر لها. ودي كانت قصتنا النهاردة، قصة صعبة شوية كتير بس فيها عبرة. الأهل ثم الأهل ثم الأهل، كلامهم لازم يبقى تاج على راسنا ونسمع بيه ونعمل بيه. ودي كانت قصتنا، بتمنى من كل قلب ان هي تكون عجبتكم ويكون فيها عبرة واستفادة، واشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.